أسعد الله صباحكم معطر بذكر الله، وبذكر الله تطمئن القلوب. ودائما المصري بيدي العالم دروس، إذا كانت في الفشل أو في النجاح. في الفشل لما بيكون الشعب نايم ننه وبيضحك عليه من الصغير قبل الكبير، فنايم ننه، فبالتالي بيبقى عنده فشل ذريع. أما النجاح غصب عن الدنيا كلها وغصب عن العالم كله، يأتي رجل من عند الرحمن يصحي الشعب، يديله كده جرعة نشاط يخليه يشتغل، زي ما عمل فينا الدكتور الله يرحمه، الدكتور ضياء العوضي، الله يرحمه ويحسن إليه ويجعل مثواه الجنة بإذن الله تعالى. صح فينا ازاي نتعامل ونشوف اللي حوالينا، ازاي نعرف ناكل ونشرب، وازاي الاكل ده فيه كذا والاكل ده فيه كذا، والاكل ده ما نقربلوش والاكل ده نقرب له، والدكاتره اللي بتدي علاج دي علاجهم ما بيجيبش نتيجه مع الناس. يعني صح فينا الحته دي. الصحيان ده جه منين؟ جه من عند الله، يعني مش من عند حد. فصحينا، ابتدى العالم كله يقلدنا النهارده، ومع ذلك فينا ناس لسه نايمين ننه ماشيين ورا الشياطين، مش عايزين يمشوا مع الصحوة الحلوة الجميلة، خايفين على رجال الأعمال، إيش بتوع الفراولة وإيش بتوع الكنتالوب، الزرع اللي هم جابوه لنا. افتكروا كده أيام يوسف والي، هم اللي جابوا لنا الزرع ده. ازرع يا عم كنتالوب بلا قمح بلا نيلة، ازرع يا عم شمام وقرع اسطنبولي بلا رز بلا نيلة، ازرع يا عم ما اعرفش بطيخ، اوعى يا عم تيجي جنب القطن. كل الحاجات دي كانت جايه لنا مستورده من الشياطين الملاعين عشان يقضوا علينا. ولكن لما اراد رب العباد جات لنا البينه. لما جت البينه ابتدينا نشتغل عليها، ونسبه كبيره قوي من الشعب شغاله عليها. اللي مش شغال عليها هم بس الشياطين، اللي هم بتملي قلوبهم ما بتشوفش الا الوحاشه، ما بتشوفش الا السواد، لان قلوبهم سودة. الناس اللي ماشيه ورا نظام الطيبات دي قلوبها بيضه، بينها وبين ربنا عمار. شافت الحق، لما شافت الحق ماشيه عليه. اللي ما شافش الحق ومش عارف يشوف الحق لانه قلبه اسود، عمره ما هيعرف يمشي عليه. دول العالم كلها النهارده نسبه كبيره جدا ماشيه على نظام الطيب. تخيل انت بقى، واحنا فينا شويه ملاعين مش عايزين يمشوا عليه ولا يخلونا نمشي عليه. نعمل معاهم ايه؟